اهلا وسهلا بيكم على قناه عدلي تيوب. معاكم جرجس عدلي، سينيور الكتريكال تكنيكال اوفيس انجينير، والنهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض كلامنا عن الشيرد بارامترز. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن الشيرد بارامتر، وتعلمنا ازاي نقدر نضيف شيرد بارامتر من خلال البروجكت لكاتيجوري معينه او عده كاتيجوريز. في الفيديو بتاعنا النهارده هنتكلم عن النقطه الثانيه، وهي ازاي نقدر نضيف الشيرد بارامتر لفاميلي محدده من خلال المشروع. تعالوا بينا نشوف ازاي هننفذ الكلام ده عملي على برنامج الريفت. دخلنا دلوقتي على برنامج الريفت، وهفترض ان انا عاوز اضيف شيرد بارامتر للكشاف ده. هكتب فيه السسبنشن هايت الخاص بالكشاف. هعمل الخطوه دي ازاي؟ هاجي هنا كده من المانج تاب، هنضغط على شيرد بارامتر، هيفتح لنا القائمه دي. لو انت عاوز تعمل فايل جديد تحفظ فيه الشيرد بارامترز بتاعتك من خلال كرييت، هتعمل فايل جديد تضيف فيه الشيرد بارامتر. لو انت عاوز تعمل جروب جديد تضيف تحتيه الشيرد بارامترز، فهتضغط على نيو جروب وهتكتب هنا اسم الجروب وتضيف تحتيه الشيرد بارامتر بتاعك. وكنا عملنا الخطوات دي في الفيديو السابق. هنا انا مش محتاج اعمل الخطوات دي لان انا اوريدي عاملها قبل كده، فانا بالتالي هبدا في اضافه الشيرد بارامتر على طول. هاجي هنا كده هضغط على نيو وهكتب اسم البارامتر بتاعي. هفترض ان هو اسمه suspension height، وهخلي الديسبلين بتاعه كومان مفيش مشكله. والتايب اوف بارامتر ممكن اخليه تكست وممكن اخليه انتجر، انا هخليه تكست. وهنضغط على اوكي. كده احنا عملنا كرييت للبارامتر، وهنضغط على اوكي مره تانية. كده انت عملت كرييت للبارامتر، لكن لو وقفت على الكشاف هتلاقي البارامتر بتاعك مش موجود. هو هنا عمل بس اديت للفاميلي. هنضغط على يعني هنقفل الفاميلي اديتور تاني. لو وقفنا على الكشاف هنلاحظ هنا كده ان البارامتر بتاعنا مش موجود، لان احنا طبعا ما ضفناهوش لفاميلي معينه. انا زي ما قلت عاوز اضيفه للفاميلي دي. هضيفه ازاي؟ هنقف على الفاميلي وهنعمل اديت فاميلي. هندخل على الفاميلي اديتور بالشكل ده، وهنيجي من هنا كده من الفاميلي تايبس هنضغط عليها، وهنيجي على نيو بارامتر. هنضغط على نيو بارامتر وهنضغط على شيرد بارامتر ونختار سيلكت. زي ما انت ملاحظ كده فتح لك قائمه فيها الشيرد بارامترز بتاعتك. احنا محتاجين الشيرد بارامتر اللي هو اسمه suspension height، فهنضغط عليه وهنضغط على اوكي. هيختار لك البارامتر ده. البارامتر اهو اسمه اللي هو suspension height، والديسيبلين بتاعه كومان اللي هو احنا اخترناه قبل كده، والتايب اوف بارامتر تكست، وجروب بارامتر اندر تكست. طبعا لو انت عاوز تخليها تحت التكست مفيش مشكله، عاوز تخليها تحت مثلا الداتا برضو ممكن مفيش مشكله، فخليها تحت الداتا. هل انت محتاج تخلي البارامتر ده تايب بارامتر ولا انستنس بارامتر؟ انا هخليه انستنس بارامتر، وهنضغط على اوكي. هتلاقيه ضاف لك هنا البارامتر اهو، وهتلاقي كاتب بين قوسين ديفولت لان هو انستنس بارامتر. هنضغط على اوكي. بعدها هعمل لود للفاميلي دي داخل المشروع. هنضغط على لود انتو بروجكت، وهنضغط overwrite the existing version and its parameter. بيعمل لود للفاميلي. لو انت جيت هنا كده وقفت على الكشاف عملت له سيلكت، هتلاقي تحت الداتا اهو كاتب لك السسبنشن هايت. ممكن نكبرها شويه عشان تشوف معايا. كاتب لك تحتها اهو البارامتر اهو السسبنشن هايت. تقدر تكتب فيه هنا مثلا اي رقم انت عاوزه، اللي هي مثلا 2500 مللي على سبيل المثال، لان احنا مخلينه تكست فكتبت اهو 2500 مللي. طبعا كل كشاف ممكن تكتب فيه السسبنشن هايت اللي انت عاوزه. طب هل لو انا عاوز اضيف نفس البارامتر ده اللي انا عملته اللي هو خاص بالسسبنشن هايت، عاوز اضيفه للفاميلي دي الخاصه بالكشاف ده، هل محتاج اعمل كرييت لبارامتر جديد؟ الاجابه لا. انت عملت كرييت للبارامتر والبارامتر موجود عندك دلوقتي في المشروع. فانت لو عاوز تضيفه للفاميلي دي هتدخل تضيفه للفاميلي، مش محتاج تعمل الخطوه الخاصه بكرييت البارامتر مره ثانيه. يعني انت خلاص عملت كرييت للبارامتر مره واحده. بعدها لو عاوز تضيفه لاي فاميلي هتدخل على الفاميلي دي وتعمل لها اديت وهتضيف البارامتر بتاعك. تعالوا نعمل الخطوه دي مع بعض. اول حاجه لو انت وقفت على الفاميلي هتلاحظ هنا اهو البارامتر بتاعك مش موجود. هنعمل اديت للفاميلي، ونفس الخطوه تاني هندخل على الفاميلي تايبس ونضغط على نيو بارامتر، وهنختار شيرد بارامتر ونضغط على سيلكت ونختار سسبنشن هايت،
ونضغط على اوكي. كده احنا اخترنا البارامتر بتاعنا، ونعمل جروب لبارامتر اندر داتا واخليه انستنس بارامتر، وهنضغط على اوكي ثم اوكي، وهعمل لود للفاميلي داخل المشروع، وهنختار overwrite the existing version and its parameters. كده عملنا لود للفاميلي. تعالى كده نقف على الفاميلي، هتلاحظ ضاف لك اهو الشيرد بارامتر بتاعك، وتقدر تكتب فيه اي ارتفاع انت عاوزه، مفيش اي مشكله. وبكده نكون اتعلمنا ازاي نقدر نعمل كرييت لشيرد بارامتر ونضيفه لفاميليز معينه من خلال البروجكت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وشير، واشترك في قناه عدل تيوب علشان يوصل لك كل الجديد في عالم الريفت والبيم. وتعالى معايا على الفيديو الجاي اللي هنتعلم فيه ازاي نقدر نعمل كرييت للشيرد بارامتر من خلال الفاميلي اديتور. بشكركم على متابعتكم والى اللقاء.